وعبد الله جمعه برضه انت بتحتاجه. لا سيبك من عبد الله جمعه، هنتكلم على، ما هو لعيب برضه يابا ماشي، بس هنتكلم على فتوح اللي هو بيلعب وبيلعب منتخب مصر، وشفنا وبهرنا في كاس العالم، في كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم، واخد بالك؟ الراجل ده حتى لو هو ايه لازم حد يحتويه، حد يحتويه، واخد بالك؟ وبعدين اقول لك على حاجه، يعني اللي احنا اتعلمناه بالذات من المدربين الاجانب، والاحتكاك اللي احنا شفناه وانت شفته والدنيا شافت، في فرق وكانت منتخبات بعد الماتش وهم طالعين الاتوبيس كله بيشرب سجاير. انا ما بقولش كده عشان مثلا ان انا اقول ايه ان هو صح، لا اخصم ولازم تخصم. ايوه بس ده لعيب محترف دلوقتي يا كابتن، لو الكلام يعني انا بتكلم ده تصريح من رئيس، ما انا بقول لك ده ما ينفعش، ده ما اللاعبين المحترفين دلوقتي بياكلوا ازاي وبيشربوا ازاي، حتى الادويه بتاعتهم اللي قبل الماتش بتتاخد ازاي، بيبلغوا ويوم الاجازه بيعمل ايه؟ ما هو محترف بقى، ده هو بقى هنا انت في كاس العالم الاخير اداره النادي، بص انت في كاس العالم الاخير بحزم، لا في كاس العالم انا عايز اقول لك التصريح نفسه شايفه ان هو لا طبعا غلط. لازم تحتوي اللعيبه دي وتبقى في الغرف المغلقه اخصم منه. هو دلوقتي هل لغايه ماتش اسوان هل فتوح كان وحش؟ لا مش وحش، فتوح احسن واحد في الحته دي في مصر، بس انا ممكن اخصم منه فلوس، مش ده الاحتراف؟ اخصم منه فلوس والحاجات الشخصيه دي بعيده عن الملعب ماليش دعوه بيها، دي في مدير فني هو اللي يقرر. ومدير الكوره؟ لا مدير فني اكتر واحد اللي بيحس بمستوى اللعيب، هل ان هو المستوى الفني قصدك؟ مستوى ايوه لكن انت وبعد كده انا قصدي لما يجي حد يقول لك انا مثلا شفت كابتن رضا عبد العال في مكان مش عارف ايه. طب ما ده كان بيحصل في النادي الاهلي، حد كان بيحصل في الانديه كلها لا احنا بنخلينا اهلي وزمالك. لكن في موقف يعني مثلا لو بيحصل مثلا ما كان صالح جمعه كان في اوقات يعني ايا كان بس ما كانش بيلعب، كان في قرارات. لا بس ايا كان قرارات ايه؟ خصم مادي. جيت في مره قال لك يقعد في البيت؟ لا. جيت في مره طلع وقال لك لا ما ينفعش والكلام ده ما ينفعش. انا قصدي ايه ان بيحصل لما زي ما انت بتتكلم ايوه ما انا بقول لك باخد قرار خاص انا بالفريق ما بقولش. اختلف غير ايامنا. انت لو كنت بتشرب ميه ساقعه كان ممكن تبلغوك ان انت كده بتسخن. لا ميه في ازازه صح، كنا بنشرب ميه في كيس. لا ميه ساقعه، لا ما هي يعني مثلجه كنت ساقعه كمان ومشبره مثلا يقول لك لا ده فيها حاجه ثانيه، انت واخد بالك؟ فانت خلاص الفكر ده انتهى. انت دلوقتي بقول لك في كاس العالم اللعيبه بيجيبوا اصحابهم وزوجاتهم وبيقضوا تاني يوم الماتش، واخد بالك؟ دي حاجه. تاني حاجه ان كانت في لعيبه، انا بكلمك على بره اللي هي في لعيبه ما تقالش اسمها بيعملوا الكلام ده هنا. هنا بيعملوا الكلام ده عادي. انا ليا الملعب، المدير الفني هو اللي يقول لي بقى، وبناء على المدير الفني لما يقول لي اخد القرار ضد فاروق. بس معلش كابتن مش عايز ارسخ نقطه انا ليا ملعب، بس اللعيبه دي بتمثل انديه كبيره، الزمالك، اهلي، اسماعيلي، يبقى في الغرف المغلقه يا فاروق. بس خدوا اللي انت عايز يعني تعمله اللي انت عايز تعمله ما يبقاش على الملأ. يعني اللي انت عايز تعمله اعمله بس جوه. انت شايف الهدف من تصريح زي ده كان ايه يا كابتن؟ ما انا بقول لك هو مش عايز يكلم الراس فبيكلم بقى وايه وبيتوه. لا اجيب الراجل ده، انت السبب في ال5 بونت دول وانت السبب في تعادل انبي وتعادل المصري. ده في ماتش تاني تعادلوا، خلي الاعداد يجيب لنا مين اللي لا هو الزمالك اتعادل لغايه دلوقتي 4 تعادلات. ايوه مين بقى الرابع؟ احنا عرفنا ان هو كسب البنك الاهلي بالعافيه. الداخليه والداخليه اتعادل المصري. قلنا الثلاثه كده كمان. المصري والسموحه. لا سموحه ده كان الاهلي. لا ده اول ماتش كسبه. لا المصري وانبي والداخليه في ماتش رابع. في ماتش رابع يا رجاله. قولوا لنا بس الرابع يا جماعه عشان انا وخسر اسوان. خساره من اسوان. ادي 11 بونت في 11 اسبوع. ده يرضي ربنا. وانت وانت قاعد من السنه اللي فاتت. ايه؟ مقاولين. والمقاولين العرب. وانت قاعد من السنه اللي فاتت، وانت اللي جايب اللعيبه براحتك، وانت اللي عامل فتره الاعداد براحتك، ويجي بعد كده في المؤتمرات يقول لك ايه؟ اصل في لعيبه مش جاهزه. امال انت شغلتك ايه؟ يعني انت اصل جت متاخره برضه شغلتك ايه؟ ما هو اللعيب اللي انا شايفه ناقص بدني بعمل له برنامج. طب خليني اكلمك بمنتهى الصراحه يا كابتن، بمنتهى الصراحه. هل في اصوات داخل مجلس اداره نادي الزمالك بتقول ان فيريرا يمشي لولا تمسك الجمهور بالراجل؟
طبعا، واولهم رئيس النادي عايزين يمشوه، بس هو طبعا الراجل اللي سانده جماهير نادي الزمالك، الجماهير بس. انما انت على المستوى الفني اللي هو بيتقدم السنه دي يمشي، بس انا مش عايزه يمشي، انا عايزه يكمل كده عشان انت هو انا كرضا عبد العال عشان بس الجمهور يعرف ان الراجل يعني مدين له اكتر من حقه وهو فاضي فنيا. يعني في حاجات كتيره قوي غايبه عنه، او الله اعلم بقى السن له حكم، او الله اعلم. بس ده راجل يعني بروفيسور يا كابتن. فين يا عم بروفيسور؟ هو ده من اساطير التدريب يا حبيبي، يعلمنا يجي يعلمنا ما يغلطش. هو انت لما تلعب المسلوسي تبقى بروفيسور؟ لما تلعب عمر جابر تبقى بروفيسور؟ يبقى ازاي بروفيسور؟ اثق فيك ازاي؟ ادافع عنك ازاي؟ ما تقول لي. لا انا ما اقولكش، هو اللعيبه موجودين طيب لما واحد زي يوسف اسامه لازم نبيل استفاد منهم. مين اللي استفاد منه؟ هو لازم يستفاد منه، هو شايف ان هم الافضل، هو شايف ان وجود مسلوسي افضل من وجود مثلا نيمار مثلا في المنطقه، لسه نيمار صغير. يبقى معلش ما بيشوفش بقى. ده انت لو جبت واحد اصراره على وجود المسلوسي، وانت حضرتك يعني قول لي بيعمل ايه؟ يبقى في شايف منطقه. لا اديني انا مثلا ايه، هقول لك لو ان هو مثلا الكروس بتاعه جامد زي النقاس كده، هقول لك ماشي، يبقى هو شايله ان مثلا لو طلع وعمل كروس يبقى حاجه زي الفل. لو هو مثلا مفتاح لعب ويفضي لك مساحات ويبصي لك ويعمل لك شغل على الجول يبقى ماشي. لو رجليه جامده وبيشوط على الجول يبقى ماشي. لو مثلا في الحته الدفاعيه ده صلب وما بيخليش حد يعدي منه مثلا زي احمد فتحي يبقى ماشي. انما ما فيهوش ميزه، ما فيهوش ميزه من لعيبه كره القدم، والله العظيم ما في ميزه. ادي واحد. نفس الكلام عمر جابر، طب انت جبته عشان تنافس ولا عشان توقع الفرقه؟ نفس الكلام دونجا. هي دي الصفقات اللي انت جبتها؟ هي دي بقى اللي انت يعني انت السنه اللي فاتت كنا كلنا عاذرينك عشان ما فيش سكواد كويس، ما فيش كواليتي كويس، ما فيش الدكه كويسه، ورغم كده كنت بتكسب. فكنا بنقول ايه ماشي. واللي كان بيكسبه الشباب اللي هم الاربع شباب اللي طلعوا دول، لما جه وافترى عليهم اللي هم عملوه اصلا بروفيسور، لما افترى عليهم ما بقاش بروفيسور. انت قلت لي الدوري ضاع من زمان كده بالشكل ده ضاع طبعا. والاصرار ان هو بص هيفضل لغايه ما يضيع الدوري وبعد كده يخش على افريقيا، وبعد كده جمهور الزمالك يقول لك لا كده خلاص بقى شكرا يا عم. بس بعد ايه؟ خراب ملطه. انما انا اجيب واقعد معاه واتكلم واقول له في ظهير جماهيري، احنا ده اسهل دوري السنه دي يا فاروق، ده النادي الاهلي اللي فوقه ماتش اسوان وماتش الداخليه. لا النادي الاهلي خلي بالك كمان دلوقتي بصفقات جديده خلاص بقى اسمع خلاص انا فقت. يعني بص لغايه ماتش بيراميدز ده كان فين السوليه؟ في صح؟ بعد كده نص الملعب كله ديانج ما شاء الله كمان ما انا بقول لك نص الملعب كله. بعد كده هيفوق الحته اللي هي قدام نص الملعب.